أنا اسمي سلمى، متجوزة من أكتر من 15 سنة من هشام، راجل الناس كلها شايفاه ناجح ومهندس محترم وبيته عامر. اللي يشوفنا من بره يقول يا بخت اللي جوه، بس جوه البيت كانت حكاية تانية خالص. البيت الكبير اللي عايشة فيه كان شبه المتحف، كل حاجة فيه غالية بس ما فيهاش روح، صمت تقيل كده يزن في الودان. كان الجدران بتخبي سر كبير مش عايز يتقال. هشام دايما مشغول، مش بيكلمني غير لما يكون محتاج حاجة، وكل خميس بالليل لازم يعزم أصحابه على العشاء. العزايم دي بقت عادة غريبة، فيها حاجة مش مريحة خالص. كل مرة بيجهز الأكل بنفسه وبيقول لي انزلي ساعدي الشغالة وخليكي جاهزة وقت من ده، وأنا كالعادة بسكت. بس المرة دي كانت مختلفة. كنت في المطبخ بجهز العصاير، سمعت صوت همس في الصالة، قلت يمكن بيتكلمي في شغلهم، بس الهمس طول وصوته بقى شبه الجدال. خرجت بهدوء أبص من ورا الباب، شفت هشام واقف بيتكلم مع واحد غريب أول مرة أشوفه. كان بيقول له الورق كله في المكتب فوق، بس محدش لازم يعرف. والتاني رد عليه بصوت جاد، اطمن يا باشمهندس، محدش هيعرف إن الملفات دي طلعت من الشركة. وقتها قلبي واقع في رجليا، ملفات شركة سرية؟ أنا ما أعرفش هشام عنده شغل كده خالص. فضلت واقفة مش قادرة أتحرك، حسيت إن في حاجة كبيرة مستخبية عني. رجعت أوضتي ودماغي بتلف، هو بيخبي إيه؟ وليه كل أسبوع يجيب ناس غريبة البيت؟ كنت بحاول أقنع نفسي إنه يمكن شغل، بس قلبي كان بيقولي لأ، في حاجة ورا الهدوء ده. تاني يوم الصبح أول ما خرج على الشغل قررت أفتش المكتب اللي فوق اللي عمره ما خلاني أدخله. فتحت الباب بحذر، ريحة دخان خفيفة في المكان، وكان في حد لسه كان هنا قريب. المكتب كبير ومليان دوسيهات وورق، وكل حاجة مترتبة بشكل مريب. بدأت أفتش على خفيف لحد ما لقيت درج مقفول بمفتاح صغير. قلبت المكتب كله لحد ما لقيت المفتاح جوه فازة كريستال. فتحته وقلبي بيخبط في صدري زي الطبل. جوه الدرج لقيت ظرف أصفر مكتوب عليه بخط هشام، للي هيحاول يعرف أكتر من اللازم. وقفت مكاني، إزاي هو عارف؟ إيدي كانت بتترعش وأنا بفتح الظرف، وجواه لقيت ورق غريب عليه أرقام حسابات مش مصرية وصور لمستندات مكتوب عليها سري جدا. حسيت بدوخة، ده مش هشام اللي أنا أعرفه، ده في حاجات أكبر منا بكتير. قعدت على الكرسي مش عارفة أتنفس، سمعت صوت باب البيت بيتفتح، اتخضيت، طلعت أجري على فوق، خبيت الورق في درج تاني وقفلت المكتب زي ما كان. نزلت لقيته داخل وشايل شنطة سودا ووشه باين عليه التوتر. قال لي وهو بيحاول يبان طبيعي، كنت فين يا سلمى؟ قلت له وانا بحاول اثبت صوتي، كنت بنضف فوق. حصل حاجة؟ بصلي نظرة طويلة وقال ما تدخليش المكتب تاني، فاهمة؟ في حاجات مهمة ما ينفعش تتيمسي. وقتها كل حاجة جوايا اتأكدت، هو بيحبي حاجة كبيرة. فضلت طول الليل مش قادرة أنام، الصور بترف دماغي والورق مش بيطلع من عيني. تاني يوم أول ما خرج رنيت على صاحبتي القديمة نورة اللي كانت شغالة في بنك. قلت لها باختصار، نورة تقدري تعرفي الحسابات دي بتاعت مين؟ قالت لي ابعتيهم لي وانا اشوف. بس يا بنتي في ايه؟ شكلك متوترة. وقفت لها بعد ما تعرفي هتفهمي، وبعتت لها الصور، وانا مش عارفة ان الخطوة دي هتفتح عليا باب جهنم. عدى يومين من غير رد، كنت كل شوية أبص على الموبايل لحد ما في يوم بعتلي رسالة بتقول سلمى، الحسابات دي بخص شركات وهمية بتغسل فلوس، واسم جوزك متكرر فيها كمدير إداري. الرسالة دي كانت كفيلة إنها تغير كل حياتي. دماغي لفت ومفيش نفس بيطلع. جوزي بيغسل فلوس؟ بيعمل كده إزاي؟ وليه بيخبي عني؟ ولا هو نتورط غصب عنه؟ فضلت طول الليل أفكر لحد ما قررت أواجهه. استنيته لما رجع بالليل، كان باين عليه التعب. أول ما قعد على الكرسي قلت له هشام أنت بتعمل إيه في الشغل بالظبط؟ بصلي وقال وهو بيضحك بسخرية، هو احنا هنبدأ حفلة تحقيق ملك يا سلمى؟ قلت له وانا ببص في عينه جاوبني انت بتغسل فلوس؟ سكت تانيتين وبعدها ضحك ضحكة غريبة وقال واضحة انك بقيتي بتجسسي عليا. قام من مكانه بسرعة، مسكني من دراعي وقال بصوت منخفض فيه تهديد، ابعدي عن الحاجات اللي ما تخصكيش يا سلمى ولا هتندمي. ولأول مرة حسيت بخوف حقيقي منه. هو مش هشام اللي كنت عارفه،
وشه اتغير وصوته بقى تقيل زي الجدار. ساعتها عرفت إني لازم أخلص نفسي من الدوامة دي. بعد المواجهة دي هشام اتغير أكتر، بقى يقفل على نفسه في المكتب بالساعات وصوته بيتعلى في التليفون. يومها قررت أفتش تاني، بس لما دخلت المكتب لقيت كل حاجة اختفت، الورق، الدوسيهات، حتى الظرف الأصفر، كأن مفيش حاجة كانت هنا أصلاً. لكن اللي وجعني إني لقيت صورة ليا متعلقة على المكتب ومكتوب وراها بخط إيده: اللي بيخون الثقة بيتحاسب. الدم نشف في عروقي. إزاي عرف؟ هل كان بيراقبني؟ بصيت حواليا ولقيت فعلا كاميرا صغيرة جدا متخبية في زاوية الستارة. هو كان شايف كل حاجة. بطلت أجري بره وأنا مش مصدقاه، ده كان بيشك فيا وبيراقبني وأنا بدور وراه. رجعت أوضتي وأنا برتعش وحسيت إن حياتي بقت فيلم رعب. كل صوت في البيت بقى يخوفني. بعد كام يوم جالي واحد في البيت وقال إنه من طرف هشام، طلب يقعد معايا نص ساعة. دخلتوه الصالون، الراجل كان لابس بدلة شيك ووشه جامد كأنه حجر. قال لي بصوت هادي: مدام سلمى جوزك في خطر، وملفاته وقعت في إيد ناس مش كويسة. سألته بخوف: يعني إيه؟ أنا معرفش حاجة. ابتسم وقال: تعرفي أكتر ما تتخيلي؟ الكلمة دي خلت رعشة تمشي في جسمي. حسيت إني في لعبة كبيرة وأنا جزء منها غصب عني. قال لي وهو بيقوم: لو جوزك كلمك عن أي حاجة ما تصدقيهوش، واعملي حسابك إن في ناس بتراقب البيت. خرج وسابني في حالة رعب وأنا مش عارفة أصدق مين. الليلة دي هشام رجع متأخر، هدومه متبهدلة ووشه عليه أثر ضرب. قلت له بخوف: مالك يا هشام؟ رد بعصبية: ولا حاجة، وقعت في شغل. بس كنت شايفة الجرح في دراعه واضح كأنه مطعون بسكينة. فضل ساكت طول الليل وبعدين قال لي: لو حصل لي حاجة خدي شنطة صغيرة سودا من الدولاب وسلميها لواحدة اسمها منى في الزمالك. كنت هسأله يعني إيه، بس قام وخرج من غير ما يرد. تاني يوم صحيت على صوت خبط جامد على الباب. فتحت لقيت البوليس. قالوا بهدوء: حضرتك مدام سلمى، جوزك متهم في قضية اختلاس وغسيل أموال وعايزين نفتش البيت. كنت هقع من طولي. دخلوا وفتشوا كل حاجة وفي الآخر قالوا: هو هرب بس هنجيبه. الدنيا اسودت في وشي. بعدها بأيام هشام كلمني من رقم غريب، صوته كان مكسور: سلمى، أنا متورط غصب عني، دول هددوني، كنت فاكر هخرج بس اللعبة كبرت. قلت له وأنا بعيط: ارجع واحكيلي وأنا هساعدك. قال ما ينفعش، لو رجعت هيبوتوني، لو لقيتي الشنطة خديها هتلاقي فيها كل حاجة تثبت براءتي. ورجع قفل. دورت على الشنطة ولقيتها فعلا في الدولاب، جواها ورق وموبايل قديم. الموبايل كان فيه تسجيلات صوتية بتثبت إن هشام كان بيتجبر عليه من رجال أعمال كبار، بس كمان كان فيه تسجيل بصوت بيقول: لو حصل لي حاجة سلمى تعرف الحقيقة كلها. كنت بين نارين: أسلم التسجيلات للشرطة ولا أخبيها لحد ما أفهم كل حاجة. بس لما سمعت التسجيل الأخير اللي فيه صوت راجل بيقوله: هتندم لو فتحت بقك، قررت أتحرك. رحت على اسم الشرطة بنفسي وسلمت كل الورق. العقيد هناك سمعني للنهاية وقال لي: اللي عملتيه ده شجاع بس الطريق مش هيكون سهل. وبالفعل التحقيقات بدأت، والناس دي كانت كبيرة جدا، فيهم سياسيين ورجال أعمال. بدأت التهديدات توصلني: موبايل بيبر نص الليل، عربية بتراقبني من بعيد، بس كنت مصممة أكمل. بعد شهور طويلة الشرطة قبضت على العصابة كلها، بس هشام اختفى للأبد. ناس قالت هرب بره البلد وناس قالت اتقتل. أنا كنت بين نارين: أزعل عليه ولا أرتاح من العذاب اللي كنت فيه. لكن اللي متأكدة منه إن حياتي اتغيرت. بعت البيت الكبير ورحت أعيش في شقة صغيرة. اشتغلت وبدأت من جديد. كل ما افتكر اللي حصل أقول لنفسي: اللي بيبني حياته على الكذب لازم ينهار في يوم. كنت فاكره الغنى والراحة هم السعادة، بس اكتشفت إن الستر الحقيقي مش في الفلوس ولا في البيوت الكبيرة. الستر في راحة البال وفي الناس الصادقة اللي حواليك. تعلمت إن الثقة عمرها ما تتباع، وإن السر لما يفضل في القلب بيحميك، لكن أول ما يخرج ويتكسر الدنيا كلها بتتغير. أنا سلمى كنت ضحية صمت، بس بقيت شاهد على إن الحق مهما اتأخر لازم يجي يوم وينتصر. الخداع مش دايم
والستر مش في المظاهر. ولما تلاقي نفسك وسط غموض ما تخافيش من الحقيقة، لأنها مهما كانت موجعة أرحم من العيشة في الكذب.